اهلا بكم على قناة البورصجي. النهارده فيديو مهم جدا للناس اللي بتعمل تريدنج، والناس لازم تفهم الكونسبت ده، لان الكونسبت ده بيطبق كل يوم في التريدنج، وسر من اسرار التداول لازم تعرفه ولازم تفهمه كويس جدا، وهو السيولة او مناطق الليكويديتي. وعلشان يبقى الفيديو فعلا مفيد والناس تفهم انا عايز اقول ايه في الفيديو ده، انا فاتح الشارت على الناسداك على الوان اور، وعايز اوريك ايه هي الليكويديتي او ايه هي مناطق السيوله. مناطق السيوله هي المناطق اللي دايما البرايس اكشن او السعر بيحب يروح لها ويحب يروح يصطادها، علشان دي ماني اون ذا تيبل زي ما بيقولوا كده، او فلوس على الترابيزه، في اوردرات هنا محطوطه وستوب لوز محطوط. فدايما المناطق السيوله مناطق لازم تحددها قبل ما تخش اي صفقه او قبل ما تخش تفتح اي تريدر. ليه بقى مهمه؟ علشان احنا بنستخدمها في حاجتين. الحاجة الأولانية يا إما بتستخدمها كتارجت، يعني يكون البرايس رايح لها زي كده، أو بتستخدمها كدخلة. فعلى حسب الترند بتاعك وعلى حسب الديلي بايس بتاعك، هل انت طالع هل انت نازل. بس اهم حاجة تحدد ايه هي مناطق السيولة او مناطق الليكويديتي. هناخد مثال زي ده عشان اوضح الكونسبت اللي انا عايز اتكلم فيه او المبدأ اللي انا عايز اتكلم فيه، واعرفكم ان السر ده هيفرق معاكم قد ايه في التداول، وقد ايه تعرف ان دخلاتك وطلعاتك من الشارت او لما تخش صفقة تبقى دخلات منطقية وماشية مع الستوري بتاعتك. اول حاجة مثلا لو انا بتريد على التايم فريم بتاع الساعة على الناسداك، فانا اول ما اخش هنا هحط هنا ادي واحد، دي منطقة سيولة بالنسبة لي. طبعا لسه هعتبر ان الشمعة دي لسه ما عملتش، ودي منطقة سيولة تانية. هنا ده باي سايد وسيل سايد ليكويديتي. طيب انا دلوقتي حددت مناطق الليكويديتي. المناطق الليكويديتي زي ما قلت لكم هي الهاي اللي هنا واللو اللي هنا، دول تو ايكوال لو، وهنا دي سنجل هاي فوق لوحدها. طبعا البرايس زي ما بقول لكم احنا ليه ممكن نستخدمها كمناطق تارجتنج او مناطق ان احنا نخش منها صفقات، لان دايما البرايس بيحب يصطاد الحاجات دي، يحب يجري على الليكويديتي، يحب يجري على السيوله. طيب الكونسبت ده هيفيدك في تريداتك ازاي؟ نمره واحد، لما تلاقي برايس اكشن زي ده، لما تلاقي فيه هنا ليكويديتي وفيه هنا ليكويديتي، تستنى تشوف البرايس عايز يروح يجيب انهي ليكويديتي الاول. فلما هنا في المثال اللي احنا فاتحينه على الناسداك هنا، زي ما انتم شايفين البرايس طلع عمل ايه؟ عمل هانت للباي سايد ليكويديتي اللي هنا. شايف الوكايه دي ليه عمل باي؟ لان في هنا اوردرات وفي هنا ناس حاطه الستوب لوز بتاعها. البرايس جري عمل هانت للباي سايد ليكويديتي. طيب لما بيعمل هانت للباي سايد ليكويديتي عندي تو سيناريوز، يا اما هيكمل ويطلع يا اما هيعمل ريفرس وينزل. اللي يخليني احدد ده ايه؟ اللي يخليني احدد حاجتين. الحاجه الاولانيه الهاي تايم فريم بيقول لك ايه، الديلي بيقول لك ايه، والويكلي بيقول لك هل احنا نازلين ولا طالعين، فلازم تحط ده ان كونسيدريشن. اتنين، لما تشوف منظر زي ده، يعني شايف طلع وكايه وراح لف ورجع. طالما لف ورجع يبقى هنا دي عندي، شايفين النازله دي كلها، استنى البرايس يريبرايس تاني واحنا اصلا في داون، فاستنى البرايس من عند الاوردر بلوك ده، واخده لانه هو هنا عايز يهانت ايه؟ السيل سايد ليكويديتي. ودايما البرايس بيمشي ما بين يهانت باي سايد ليكويديتي وسيل سايد ليكويديتي قبل ما ياخد البيج موفمنت بتاعته. ففي السيناريو ده لما احنا خدنا هنا ريفرس، يعني باين قوي ان البرايس طلع يا دوبك عمل وكايه بس بيهانت الناس اللي حاطه الستوب لوز هنا والاوردرات اللي محطوطه هنا، وراح عمل ريفرس. فانت لو نزلت على اللو تايم فريم هتفهم ان دي ممكن تبقى داخله قويه جدا. تعال ننزل على ال5 مينت ونشوف الشكل عامل ازاي. بصوا يا جماعه على ال5 مينتس بقى، ده شغل 5 مينتس عشان تعرف تحدد دخلاتك. لقيت البرايس هنا دي السيل سايد ليكويديتي، طلع راح عمل هانت للباي سايد ليكويديتي اللي هنا، وراح اجريسفلي عمل لي كسر ماركت ستراكشر ادي واحد، وكسرها بفير فاليو جاب ادي اتنين. يبقى انت عينك على الفير فاليو جاب دي. ليه عيني على الفير فاليو جاب دي؟ لان دي اول فير فاليو جاب اتعملت بعد ما كسرنا الماركت ستراكشر. فاول ما تشوف ان الباي سايد هانت كده وعمل ريفرس ونزل هنا، شايفين الريفرس قد ايه؟ فهو نازل يهانت الباي سايد سوري السيل سايد ليكويديتي اللي هنا. فاستنى البرايس يعمل ريتريسمنت عند الفير فاليو جاب مع الكسره ماركت ستراكشر اللي هنا اهي، شايفينها؟ انت دي دخلتك من هنا، ستوب لوزك هنا، تحط الستوب لوز هنا. تتارجت ايه؟ تتارجت السيل سايد اللي هنا، تتارجت الناس اللي حاطه. عملنا بس كده، شايفين كل ده ايكوال 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 ايكوال، كل دي ليكويديتي، كل دي مناطق سيوله. فعرفتوا ليه المناطق السيوله مهم جدا انك تبقى فاهمها ومعلمها، علشان تبقى بالنسبه لك يا اما داخله يا اما تبقى تارجت في البرايس اكشن. اللي محتاج اي حاجه يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.